ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده الزيتون المخلل. هنا معايا ده زيتون عزيزي او عجيزي على حسب ما بتقولوا عليه. ده كده كيلو ونص زيتون. جبته كده وفضيته في الطبق البلاستيك ده، وهبدأ بقى اخده على الحوض اغسله كده. تعالوا بقى نشوف طريقة غسيل الزيتون. هنا كده حطيت الطبق وفاتحه الميه. هبدأ بقى اغسل الزيتون كده زي ما انا بغسل الرز، وبعد كده همسك بقى زيتونه احوش العرش بتاعها وافضيه وافتحه بقى ويكون جاهز معايا. هنا اهو غسلته دور وهرجع برضه اغسله تاني. هنا كل ده انا بنزل بس التراب اللي عليه لحد بقى ما انتوا شايفين كده واحده واحده اتغسل. الميه بقى بقت زي ايه، زي الشمع الابيض كده زي ما بيقول. بقى البرطمان بتاعي والسكينه وهبدا كده اعمل فتحه فيه. انا مش بحب ادق الزيتون، انا بحب اعمل له فتحه كده من الجنب. هبدا بقى افتح الزيتون بتاعي كله بالطريقه دي واحطه في البرطمان. بلاش بقى واحنا قاعدين كده بنفتح في الزيتون نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى يا حبايب قلبي اهو كده الكميه خلصت. البرطمان ده عندي بياخد 2 كيلو، انا كنت جايبه كيلو ونص، فعادي يعني هنشتغل فيه برضو. حطيت هنا لتر ميه، كل لتر ميه بياخد 5 معالق ملح، معلقه ملح حراميه. وهحط كده عليه الميه بملح، وهجيب كده كيس لبن او كيس تلاجة احطه جواه كيس واضغط بقى كده عشان الزيتون بتاعي يتغطس وما يسودش ما يدخلوش هوا. يلا بينا نشوف هنخلي الزيتون بايه. معايا هنا شطه كده سوداني حراقه وليمون وفلفل احمر، نمسكهم بقى نقطعهم تك 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 كده ونشوف هنعمل بهم ايه. هنا بقى يا حبايب قلبي نزلت كده تاني يوم، جبت زيتون تفاحي زي ما انتوا شايفين كده، وجبت كيلو كده زيتون عزيزي. كان البرطمان بتاعي محتاج نص كيلو تزويده، فالراجل كده وزن لي كيلو، مرضتش ازعله. جبت بقى هنا كده قطعت الفلفل والشطه والليمون، وقطعت الليمون الشرايح، وطلعت جزر من الفريزر لان ما كانش عندي جزر ابشره. في اليوم ده ما لقيتش في السوق جزر. امسك برضو الزيتون التفاحه كده اغسله نفس ما غسلت العزيزي، وهفتحه كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين. فتح بقى كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده. وفي المرحله دي كنت انا مولعه البوتاجاز في حله بميه بتغلي وسايباها بقى تبرد. الميه هنا غلت وبردت تماما. جبت بقى الخلطه بتاعتي دي، حطيت لها نص كوبايه ميه وشغلت عليها الخلاط لفه واحده بس كده. انا عايزه الفلفل والليمون يبقى قطع كده كبيره زي ما انتوا شايفين. حطيت هنا الجزر بقى والفلفل والشطه اللي احنا ضربناهم والليمون، وهمسك بقى الزيتون كده اقلبه تقليبه حلوه واسيب كله بقى يندمج مع بعض. نسيت هنا بقى طبعا الشطه، افتكرتها على اخر لحظه. جبت بقى هنا الشطه كده نص كيلو شطه حاميه جدا، شققتها كده بالسكينه، نغزتها بس نغزه كده، وقلبت بقى كل ده. هجيب بقى البرطمانات بتاعتي وهبدأ بقى اعبي الزيتون بالشطة بتاعتي كده. هخلص بقى كل الكمية، وهجيب بقى البلاستيكية بتاعتي اللي كان فيها بقية التخليل. حطيت فيها كده 2 لتر مية، وكل لتر خد مني 5 معالق ملح حرامية. وهبدأ كده اقلب الملح وادوبه، وابدأ اخد بقى بكوباية كده وانزل بالمية بالملح بقية التتبيلة على وش الزيتون. اقفل بقى البرطمان بتاعي هنا بشرايح الليمون زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب كيس تلاجة اتنيه كده مربع، وهبدا اقفل بقى اقفل بقى على شرايح الليمون كده، واقفل بقى الغطا بتاع البرطمان عشان ما يخشش هوا خالص. طول ما الزيتون ما خدش هوا، طول ما الزيتون بتاعك بيقرمش وناجح ومعملش ريم ولا اي حاجه. الزيتون بقى ده هنفتح عليه بعد شهر هيبقى دايب كده وزي الزبده ان شاء الله. النهارده كده 17/9 17/10 نفتح مع بعض عليه. انا بقى عملت الكيلو الزيتون كده في البرطمانين الصغننين دول، كيلو على بعضه. هتنقعه بميه بملح زي ما انا قلنا، العزيزي لازما يتنقع بميه وملح. وده كده اللي كان معمول قبلها بيوم. شايفين الميه السودة ازاي؟ منزل بقى المره بتاعته كلها في الميه دي. تفاحي بتحدق على طول، عزيزي لازما يتنقع. في ناس بتنقعه 3 ايام، وفي ناس تلفه بالملح 3 ايام. انا بنقعه اسبوعين، وبعد الاسبوعين بفضي تاني الميه بملح دي برميها واحط له ميه بملح تاني، واسيبه كمان اسبوعين كده. بيقعد شهر منقوع، اسبوعين في اسبوعين، وبعد الشهر اعمل له بقى الخلطه بتاعه التحديقه دي واحدقه. بيقعد معاكي بقى من السنه للسنه، مفيش ولا زيتونيه بتبوظ فيه. انما زيتون عزيزي لازم نقع. لو وصلتوا بقى لحد هنا فضلا وليس امرا اعملوا له لايك وكومنت سبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم. وقولي بقى ايه رايكم في الزيتون القمر ده. الوان هنا تشدك كده من حلاوته، الواحد عايز ياكله قبل ما يتخلل. يلا بقى تشجعي وانزلي هات 2 كيلو كده اعملهم لولادك، مش هياخدوا منك ساعه زمن. لو انت كده هتجيبي الزيتون لرمضان هاتي العزيزي واعمليه دلوقتي لرمضان، وزي ما قلتلك انقعيه. لو هتاكلي بقى منه اليومين دول هاتي التفاحي كبير، دي جميل جدا في الاكل
وبيستوي على طول، انما العزيزي خزين وبيعيش معاكي. ما شاء الله دول 3 كيلو تفاحة. جايبة الكيلو هنا ب70 جنيه والكيلو ونص ب100، والعزيزي الكيلو ب60 جنيه. لو وصلت لحد هنا متنسيش تحطلنا لايك. يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده خلاص بقى لازم انا احطهم كده. حطيتهم في الطبق البلاستيك ده عشان هما المية مع الملح مع الليمون مع التخلية دي هتتفاعل فهينزل مية. حطيت دي برضو كده، فلازم بقى تحطهم طبق كده او تعملوا زي ما انا عملت كده، منعا ان المية تتسرب بقى ويبوظ لنا المرخمة والدنيا كده. قولي بقى ايه رأيكم؟ استنونا بفيديو جديد مع مطبخ سومة.